السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير الكل. هاي الطيور أطلقناها اليوم الجديدة. طبعا ما بتعرف تطير الطيور، لسه مو متعلمة على الطيران كمان، مو متعلمة شلون تطير، مو متعلمة كيف تروح، مو متعلمة بالغرفة. طبعا راح أتركهم على راحتهم حتى لا يخافوا. في طيور شوي تعلمت يعني وقفت، في طيور لسه. طبعا هاي الغرفة الجديدة اللي وعدناكم فيها وجهزناها الحمد لله. الأمور ظابطة الحمد لله كويسة، بس بدها شوية تعديلات تظبيطات لحتى يتعلموا على المية على الأكل. مكان المي مكان الأكل للطيور بتتعلم شوي شوي. طبعا الطيور لسه يعني ما تعرف حتى طيران، طريقة الطيران، لأنه كانت بقفاص وتحت كنارات. فالفراخ السنة ما تعرف طيران أبدا، ما تعرف طيران أبدا، ما تعرف كيف تطير يعني تطير عم تكمش حالها بالحيطان. فإن شاء الله نشوف إنتاج السنة. طبعا هلا في فحل واحد بيناتهم، ما تبقى في ثلاثة أربعة ستة سبعة ناتي. فحل واحد رح نجيب حولة كمان، ذكورة كمان تانيين راح أفلتهم بيناتها. والغرفة قيد التجهيز. هالكنار هون لأنه شحمة ففلتها هون حتى تفك التشحيم تبعه، الحمد لله أحسن صارت. وهدول حساسين، في 3 حساسين، طيرتين وفحل. من الغرفة الثانية أطلقناها هون حتى تتعلم الحساسين الجديدة تروضهم. حطينا لهم اياها اليوم بروكلي، حطينا بروكلي للطيور يعني حتى تاكل بروكلي كويس. وان شاء الله شوي شوي يوم بكره بعد بكره تتعلم الطيور وتتاقلم على الجو ويمشي حالها ان شاء الله يا رب. واتمنى التوفيق للجميع. لا تنسونا بالدعاء يا شباب واللايك، مشاركة القناة على اكبر مجال يعني حتى الكل يستفيد يا شباب. طبعا راح نبلش بقى بالتغذية والأدوية وكل شيء حتى الطير يجهز لموسم الثاني إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق.